بدايتي معاكم النهارده انا مش عارف هتكلم في ايه بالظبط، لكن هتكلم في موضوع مهم جدا للناس كلها، مش ليا ولا ليك، لا للناس كلها وكل اللي هيشوف الفيديو دوت. انا هوريكم حاجه كده صغيره يا دوبك البدايه بتاعتنا هتكون فيها. انتوا شايفين قرص الطعميه دوت ولا اقول لك؟ هو يتكلم عن نفسه. ده قرص الطعميه دلوقتي ب75 قرش، يعني تجيبها بدل ما تاكلها بعيش تبلعها وتشرب عليها ميه زي الدواء بالظبط. يعني ده انتبيوتيك الحياه في القرن 22. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو بشير. يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة، وإن شاء الله يكون حالكم على ما يرام وكل ما تتمنوه تلاقوه في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. في البداية وريت لكم 19 ثانية بس بوصف لكم فيه قرص الطعمية بقى حجمه قد إيه وبقى سعره قد إيه، وهو شبيه لبرشامة الصحة بتاعت زمان اللي عاملة زي الإسفنجة ديت، كنت بتشربها بتقضي على أي حاجة في جسمك موجودة، وكانت رخيصة جدا بس مش بنفس الرخص بتاع قرص الطعمية. قرص الطعمية أغلى منها بكتير. المهم أنا في بعض الأحيان لما بدخل على اليوتيوب وبشوف القنوات المصرية والصراعات اللي موجودة بينها وبين بعض، بحس إن الدنيا حلوة والدنيا جميلة جدا، لذلك الناس دي مش حاسة بغلاء الأسعار اللي موجود، وبيتهيألي في بعض الأحيان إن أنا الوحيد اللي حاسس بغلاء الأسعار. يا ترى هل انتم حاسين بغلاء الاسعار زي ما انا حاسس بالظبط؟ اكيد حاسين، بس في نقطة مهمة ويمكن انا اتكلمت فيها قبل كده، ان كل الدولار ما بيغلى كل ما نسبة القذارة ونسبة السب والشتيمة والقذف في الناس لبعضها البعض بتزيد. يعني بالعربي كل حاجة بتغلى الا الشتيمة هتفضل رخيصة زي ما هي. مش بس الشتيمة اللي هتفضل رخيصة، لا بالعكس دي بترخص الإنسان اللي بيشتم، سواء كان فعل أو رد فعل. أنا ضد كلمة فعل أو رد فعل ديت. في حاجة اسمها تسامح، وديننا معروف بالتسامح، وفي إن اللي يبدأ بالسلام بيبقى ليه خصال معينة عند رب العالمين وليه ميزات معينة عند رب العالمين. فيا بخت من قدر وسامح، قدر وسامح. كل إنسان فينا قادر إن هو يشتم ويسب ويقذف، كل الامور دي موجوده في كل انسان فينا، بس مش اي انسان بيستخدمها، مش اي انسان بيقدر ان هو يتلفظ لفظ خارج يسيء ليه ولنفسه ولاسرته. يمكن كل اللي اقدر اقوله في النقطه دي بالذات، وفي ناس كتير هتتفق معايا، ان كتره الخلافات اللي موجوده دلوقتي والسب والقذف والفعل ورد الفعل ما هو الا البعد عن الدين. البعد عن الدين هو اللي بيؤدي الى الحاجات اللي بتحصل السيئه اللي بتسيء ليك وبتسيء لبلدك في نفس الوقت. في ظل الغلاء اللي موجود المستمر المتزايد يوم عن يوم بتزيد الاسعار. يمكن زياده الاسعار خلتنا نمشي في الشارع نكلم نفسينا، بنفكر يا ترى هل السعر ده هيستقر لقد ايه قدام، ساعه ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين؟ طبعا ما بيستقرش الفتره دي كلها. انت ممكن تجيب الحاجه بسعر الصبح تلاقي نفسك بالليل بتجيبها بسعر تاني خالص، زي الفراخ وزي الزيت وزي الرز وزي الحاجات ديت، خصوصا ان الفراخ دلوقتي اصبحت فوق ال70 جنيه. يعني كان في ناس قبل ما تبقى ب70 جنيه في الثلاثينات وفي الاربعينات ما كانتش بتقدر ان هي تجيب الفراخ عشان تاكلها. دلوقتي في ظل ال70 وال71 وال72 هل هتقدر ان هي تجيبها؟ هل هتقدر تاكلها؟ اكيد في ناس مش هتاكلها خالص. ما تقوليش ان هي ازمه عالميه. الازمه العالميه كل الدول اللي بتعاني دلوقتي مرتباتهم بتناسب الازمه ديت او بتقل شويه، اما احنا هنا المرتبات بتاعتنا معدومه، فما بتناسبش خالص ان احنا نقول ازمه عالميه. هتستمر قد ايه الازمه دي معاك، او تستمر السعر دوت بنفس السعر دوت لمده قد ايه، انت ما بتقدرش تحدد. وما تقوليش الدولار ارتفع والدولار نزل. ان التاجر الجشع بيجيب الحاجه ايام ما كان الدولار رخيص وبيبيعها في ظل السعر الجديد للدولار، معنى ذلك ان هو بيزود عليك السعر مع انه اشتراها في زمن الدولار كان رخيص. اذا هنا الرقابه مش موجوده.
هنديك مثال. في احدى الدول الاوروبيه في سنه من السنين سعر البيضه فجاه ارتفع. الناس بطلت ان هي تشتري البيض، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا، هنا ثقافه الشعوب بتختلف من بلد للتانيه. تقريبا كانت هولندا او بلجيكا استمر ان هم ما يشتروش بيض، وعملوا زي ما تقول اضراب ان هم ما يشتروش السلعه ديت لغايه ما ترخص وترجع مره تانيه زي الاول. وبالفعل التصميم اللي هم عملوه او الاصرار اللي هم عملوه رجع البيضه تاني للسعر الاصلي، بل ونزلت عن السعر الاصلي. يعني التاجر بتاع التجزئه اشتكى لتاجر الجمله لغايه ما اضطر تاجر الجمله ان هو ينزل من السعر لتاجر التجزئه، وبالتالي تاجر التجزئه نزل السعر للجمهور. دي ثقافه شعب. ايه يعني لما تخلي الفرخه تقاكي في القفص بتاع الفراخ عند الفرارجي لغايه ما يرجع السعر تاني؟ انت كده كده مش هتقدر تجيب بنفس الكميه اللي انت كنت بتجيبها الاول ايام ما كانت ب 30 و40. يعني تخيل الكيلو كان ب 30 وب 35 والناس مش قادره تشتريها، ما بالك ب 70 و71؟ مش هتقدر طبعا تشتريها، حتى انت اللي كنت قادر تشتريها زمان مش هتقدر تشتريها دلوقتي. فلازم نتعلم ازاي نواجه الازمات اللي زي دي بثقافتنا احنا، بدل ما نقعد نشتم بعض في اليوتيوب، وبدل ما نقعد نسب بعض في اليوتيوب ونطلع اقذر الالفاظ اللي موجوده عندنا، وننسى او نتناسى ان البلد عايشه في غلاء مستمر، ومفيش حد بيتكلم، مفيش حد بينطق، مفيش حد بيساعد ان هو يحل الازمه دي ازاي، وبس بنسمع وفاتحين قنواتنا عشان نشتم بعضنا، عشان نلم دولارات او عشان نحوله لجنيهات. وطبعا انت كده كده هتقبض من اليوتيوب اخر الشهر بالدولار وتحوله من المصري اللي دلوقتي الدولار وصل 30 و35 و40، وانت فرحان ان الدولار بيخلي تشتري الجنيه المصري ب 40 و45، وهو ده اللي بيأثر عليك اقتصاديا يا سعاده الباشا. بص للنقطه ديت. مش معنى انك انت عشان فاتح قناه وبتلم مشاهدات على السب والشتيمه ما بتلمش مشاهدات على النصيحه. المحتوى المفيد دلوقتي ما بياكلش عيش، انا شايف كده، وده اللي انا لاحظته في الفتره الاخيره. انا نزلت 4 فيديوهات تقريبا عن معرض البيت العربي اللي موجود في مصر دلوقتي، ما جابتليش مشاهدات لان ما بشتمش فيه ولا بسب ولا بنقد فلانه او بنقد فلان عطال على بطال وبحاول ان انا اسلط الضوء عليه، ولا بحفر ورا دوت ولا بحفر ورا ديت، لا، بتكلم عن المحتوى اللي هو يليق بينا احنا كعرب وكمصريين. هل هنستمر كده كتير؟ انت اللي هتساعد في الاستمرار دوت، سواء غلا اسعار او نزول اسعار. يا ترى فهمتوا القصه؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ ايه يعني اللي ما بتاكلش فراخ لمده اسبوع 10 ايام؟ تاكد 100% الاسعار حتى لو في ازمه عالميه هيراجعوا النظر فيها، ولابد من الرقابه على الاسعار وزياده الاسعار. السلعه دلوقتي بتجيبها باكتر من سعر، انت سايب حريه للتاجر ان هو يغلي السعر وينزله زي ما هو عايز، لان مفيش رقيب عليه. فهمتوا بقى؟ السلام عليكم.